أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. أنا نور وهذا النقد الهدام. اليوم رح نحكي عن مسلسل الزند أو الذئب العاصي. والله أنا اللي بعرفه إنه هالأرض أرض رب العالمين، يعني فيني مشي والسطح والشقلب ووقف مطرح اللي زي بدي وما حد يقدر يزحزحني. انت عسكري؟ كنت المسلسل كان مفاجأة بالنسبة لي، لأنه الصراحة ما توقعت إنه تيم حسن يقدر يطلع من شخصية جبل ومن الهيبة ويعمل شي جديد، بس المسلسل كان مختلف تماما وقدر يقدم شخصية عاصي بطريقة مختلفة. والمسلسل معمول على مستوى عالي من الحرفية على صعيد النص، الأداء، الأزياء، الصوت، الصورة، الإخراج، يعني مبين الصرف والجخ والرخ من المسلسل، تحسه خرج يترجم هذا العمل وينعرض على منصات عالمية مثل نتفليكس. صحيح كان في شوية اتهامات إنه بعض مشاهد العمل مسروقة من أعمال تانية عالمية مثل جانكو لتارنتينو ولا كاسا دي بابل وبيكي بلاندر، بس أنا حسيت إنه في شوية تشابه أو مستوحى بعض المشاهد، بس قصة العمل أصلية. بنسوار عليكي. هذا هو التاجر الفرنساوي. بتدور أحداث المسلسل على ضفاف نهر العاصي بنهاية الحكم العثماني، وبيحكي قصة بطل شعبي هو عاصي زند يلي بيتعرض للظلم هو وصغير، وبينقتل أبوه قدام عيونه وبتنسرق أرضه، ولما بيرجع على الضيعة هو وكبير بلبسه نورس باشا جريمة قتل. هالأحداث بتخليه يكسب تعاطف الناس يلي حواليه وبيقدر يقودهم بثورة ضد نورس باشا، الثورة يلي بيوقفها باللحظة المناسبة وقت يبلش ياخد مكتسبات منها ويصير باشا جديد. حلال عليك تضيع على معفنين. 15,000 ذهبي. وجعتك. اي السباقي اراضيك كلها. اي 15,000 ليرة. لا. من إيجابيات المسلسل إنه البطل الشعبي هون مانو تقليدي. بالعادة بالمسلسلات السورية بيكون الأبطال الشعبيين لهم صفات ثابتة، يعني دايما خيرين عادلين قبضايات، بنتوقع ردات فعلهم على أي شيء مثل نصار ابن عريبي. أما بالزند فمنشوف عاصي شلون بتتغير شخصيته وبتتطور، وكيف قدران تيم حسن يطور هي الشخصية ويعيش تقلباتها، وشلون عاصي بيتخلى عن مبادئه شوي شوي ليصير نسخة طبق الأصل عن نورس باشا اللي صار ضده. أنا عاصي الزند، جايكني مستدم بيع لدياتي من أكثر من 20 سنة. أنا ماني جاي حتى حاربكين، أنا جاي بدي القصاص. يلي بيميز المسلسل انه صناعه عرفوا كيف يبدوا كيف ينهوا. من اول مشهد عرف الكاتب يبني علاقة كتير مميزة بتجمع البطل عاصي الزند بالبطلين المضادين اللي هن ادريس ونورس باشا. المشهد بيكون كتير قاسي، عاصي بيشوف كيف ادريس عم يقتل ابوه قدام عيونه بحضور نورس، لهيك المشاهد يلي رح تجمعهم بالمستقبل رح تكون مشحونة بكتير عواطف وذكريات وحقد وعنف. لهيك الحلقات اللي ما بيكون فيها مواجهة مباشرة بين هدول الأبطال بينخفض إيقاعها نسبيا وبتكون باردة. أما المشهد الأخير من المسلسل فهو ما بقى الحلاوة عن المشهد الأول. هو ذكرى من الماضي، منشوف فيه رفقات عاصي المقربين خليل وصالح عم بينقذوه من الموت والتجمد بالعسكرية. هدول الرفقات اللي وقفوا جنبه وساندوه بثورته وبكل شي، هو قرر يضحي فيهم ويقتلهم ليوصل لأهدافه. فبآخر مشهد ما بتعرف شو تقول غير يا ريتهم ما انقذوا. خطرني نفوت على الجب وننبش البيوت. بات دلق يا رخيتك. تاتا منفكر شو بدنا نسوي فيها، وشوف الرجال اللي معي، شوف ايش قد بدها تتحمل. والله تأفلح على امك يا ابن المفضوحة. من سلبيات المسلسل هي المسبات الذكورية اللي بيقولها تيم حسن بين كل جملة والتانية، شي يا ابن المفشوخة شي يا ابن المقطوحة. الصراحة ما كان لازم أبدا ولا إلها طعمة هي المسبات، وكان المسلسل بيمشي من دونها، وخاصة إنه تيم حسن في شريحة واسعة متابعته وبتقلد حكيه، وهلأ بتكون عم تردد هي المسبات بشكل بغبغائي. تاني شي مشاهد العنف. المسلسل مليان بمشاهد عنيفة ومصورة بطريقة كتير مبالغ فيها، يعني أنا مو مضطرة أشوف تيم حسن هو عم بيفقع عيون فايز قذر، كان فينه يتم تصوير هي المشاهد بطريقة أقل فجاجة. بيقول لك الناس مو مثل بعض، دماغنا ما تطورنا في بعض. الناس فئتين، فئة النخبة القليلة المميزة اللي بتفكر تخطط تخترع،
الناس الموجودين على هي الطاولة. والفئة الثانية كتار مثل النمل، عبيد يشتغلوا بإيدهم، شغلتهم يتكاتروا بس. المسلسل عطى مساحة لكتير من الممثلين ليلعبوا بطريقة حلوة، وما كان مركز بس على تيم حسن. ومن هالممثلين في كتير من الجيل الشاب، مثل أنس طيارة اللي قدر يقدم نورس باشا، وقدر يقدم شخصية البطل المطاط بشكل كتير متقن قدام ممثل متمكن مثل تيم حسن. أما نانسي خوري اللي قدمت شخصية عفراء، فعلى الرغم من صغر دورها قدمته بطريقة كتير طبيعية وعفوية. وفي ممثلين كتير كانوا مناح وحلوين، هن جابر شوغدار وعلاء الزعبية اللي قدموا أدوار الضباط. بس الشخص اللي كان مفاجأة وعن جد قدم دور كتير متميز وكتير قوي، وبرأيي هو من أقوى الأدوار بكل مسيرته الفنية، هو فايز قزق بشخصية إدريس. تقييمي للمسلسل هو 9/10، وما رح أعطيه 10/10 لأنه الصراحة كنت أحيانا عم بحس بالملل والإيقاع عم بيهبط وقت ما يكون في مواجهة مباشرة بين الأبطال. بتمنى تكونوا عجبكم الحلقة. كنت معكم أنا نور، وهذا النقد الهدام. سلامات. نور، وعينا شو ما تقري؟ نيتشي. ايلي قلنا ولدنا بيت واحد. خود عندك. يقول نيتشي الفرصة وقت اللي بتمدلك راسها، لا تضحي وعم تعطيها ظهرك. ما أكيسوا هالكلام. أي. قلنا بيت الثاني. نحن نسترجع الذي هو حقوقنا المسلوبة. شي عميق هالنيتشي. ايوه من ضيعتنا. لك